اللعيب ده جسمه كان ابطأ حاجه فيه، دماغه كانت اسرع حاجه فيه. ده بيرباتوف، لدرجه ان الناس قالت عليه ان هو كسلان. المدربين يعني شككوا فيه، الجماهير كانت محبطه منه جدا. بس بيرباتوف قال بنفسه، قال احيانا انت بتشوفني مش في اللعبه او مش في الجيم، بس في نفس الوقت كنت بعمل سكاننج للملعب، بمسح الملعب بعينيا بشكل كويس. ليه بيعمل كده؟ عشان يحط نفسه في المكان الصح في الوقت الصح. بيقول انت بتبقى شايفني بتمشى بس انا دماغي شغاله باقصى طاقتي. كنت بعمل سكاننج للملعب كله، كنت بقرا فين المساحه او السبيس اللي هتتفتح، كنت كمان بتابع اللعيبه هيتحركوا فين، وكنت بحط نفسي هناك قبل ما اي حد تاني يلاحظ ان المساحه دي موجوده اصلا. كل لعيب تاني بيبقى عنده رد فعل، بس بيرباتوف كان بيتوقع، بيعمل انتسيبيتنج. كل لعيب تاني كان بيلاقي السبيس او المساحه بعد ما تتفتح، بيرباتوف كان موجود في المساحه قبل ما تتفتح. ده مش كسل، ده اسمه decision making speed. دماغه كانت بتشيل الاختيارات الغلط كلها قبل ما يفكر فيها اصلا. مش بيعمل قرارات اكتر من اللعيبه التانيين، مش بيعمل قرارات اقل، بس بيعملها بشكل اكفأ. بيتعرف على الانماط او الباترن ريكوجنيشن. مش محتاج تكون الاسرع على الملعب، على فكره محتاج تكون الاذكى. بيرباتوف ما كانش بيلحق اللعبه او الجيم، اللعبه هي اللي كانت بتجيب. انا الشهر ده محتاج 3 اماكن فاضيين للرياضيين اشتغل معاهم بشكل كويس. لو انت عايز خطه كامله تخليك رياضي سريع، سريع جوه الملعب، بياخد قرارات بشكل سريع، رياضي الاستيك اثليت بجد، ابعت لي كلمه كول او مكالمه عشان اعمل لك خطه كامله تخليك رياضي سريع.